أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وكمية الخراب والدمار اللي حصلت هناك، حسوا إنهم عايزين يعيشوا في أمان، مش أمان عسكري بس، لا، وأمان اقتصادي. ده كان هدفهم. جمع سكان 28 دولة بيتكلموا 24 لغة ولهم ديانات كتيرة، قرروا يبقوا كيان واحد ويبقى لهم عملة واحدة سموها اليورو. بقت العملة المنافسة للدولار، بقى ليهم علم واحد. صحيح 28 دولة بعلم واحد وكيان واحد، بس ده ما يمنعش أبدا إن كل دولة فيهم تفضل متمسكة بهويتها الثقافية وتراثها وفولكلورها اللي كان ممكن يبقى مختلف تماما عن حضارة دولة تانية. بس هم ما بصوش لده، ما بصوش للأسباب اللي تفرقهم، بصوا للأسباب اللي تجمعهم. اتحاد ل 28 دولة، مين يرأسه؟ وأنا بتكلم اربطوا حالنا بحالهم، اربطوا 28 دولة في اتحاد واحد. طب مين اللي هيبقى رئيس؟ مش مهم. كل دولة بترأس لمدة 6 شهور. المهم عملوا ايه؟ أنشأوا 5 مصارف كبيرة عشان يمولوا مشروعات تنموية. عملوا برلمان ياخدوا فيه قرارات ويلتزموا بيها. عملوا محكمة عدل علشان تشرف على تنفيذ القرارات دي. كل ده في سبيل هدف واحد، هدف واحد حطوه قدامهم، ان ده تأسيس المواطنة الأوروبية. ازاي انت كمواطن أوروبي يبقى عندك حرية السفر والتنقل والعيشة، تبقى مطمئن في اتحاد كبير قوي يقدر يواجه أي مشكلة. يعني مثلا اليونان يحصل فيها انهيار اقتصادي، الاتحاد الأوروبي كل الدول تجري علشان تقف معاها. يحصل إرهاب في فرنسا، كل الدول الحق فرنسا ويقفوا جنبها. إنما بقى